أصدر الفنان ياسم رايز أمس الجمعة جديده الغنائي الذي حمل لون الري وكان عبارة عن كوفر أغنية كي ندير واو شكون لي قال، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. وأعاد ياسم رايز غناء أغنية الشاب بلال والشاب عمرو في كوفر غنائي قام بتصويره على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جليل. ويذكر أن ياسر الملقب ياسمي رايز الذي تعرف عليه الجمهور المغربي كمتحرف في التنويم المغناطيسي قد خاض قبل حوالي 9 أشهر تجربة الغناء من خلال إصدار أول عمل له حمل عنوان طيارة تلاه إصدار أغنية أول نظرة ليتبعه زينك، ويقدم بعدها على تجربة لون الري من خلال أحدث أعماله التي كانت عبارة عن كوفر كي ندير وشكون لي قال. ويشار أن التعليقات التي تلقاها الفنان ياسمي رايز عقب إصداره لهذا العمل جاءت في مجملها إيجابية، وأشادت بصوته وأدائه وكذا بتوفقه في اختياره الموسيقي.